وساكن في مدينة القدس. أنا مهتم بتوثيق مدينة القدس وفلسطين بشكل عام. يعني أقصد بالتوثيق يعني توثيق التراث المادي وغير المادي لمدينة القدس وفلسطين بشكل عام. بتعرف يعني لا شك أن الهجمة الشرسة اللي بتتعرض لها مدينة القدس من محاولات التهويد وطرد السكان الأصليين واستبدالهم بمستوطنين. فأنا بشعر كفنان فلسطيني من واجبي الحفاظ على تراثنا المقدسي الفلسطيني بشكل العربي والإسلامي والمسيحي في مدينة القدس. فأنا بوثق من خلال الرسم ليس فقط بالكتابة التاريخية. أصدرت عدة كتب عن توثيقية بالرسم وبعدة لغات، العربية والإنجليزية والتركية والفرنسية، عن تراثنا الفلسطيني العريق. هذه واحدة من تراث هذا الرسم، يعني هذا الرسم يعني طبعا الرسم سبيل قتبايل وقبة الصخرة المشرفة. هذه مثلا باب الأسباط كيف كان 1910. يعني اليوم طبعا هذه الأماكن تغيرت شوية في